إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، يطيب لنا أن نرحب بكم في البرنامج العربي ليوم الجمعة الموافق 9 من أغسطس عام 2024، ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا ضمن حلقات برنامج تعليق على الحدث، والذي نستكمل فيه اليوم ما بدأناه في الحلقتين السابقتين من استعراض الورقة البحثية للكاتب الصحفي والمحلل الإريتري عبد القادر محمد علي، والتي سلط فيها الضوء على أهمية مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسبب الصراع والاستماتة للسيطرة عليها من قبل طرفي الصراع في السودان. وكنا قد تناولنا في الحلقتين الماضيتين مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أهمية مدينة الفاشر الرمزية للجيش السوداني باعتبارها آخر ولايات دارفور الخمسة التي يسيطر عليها، وأهميتها الرمزية لأبناء الولاية خاصة الزغاوة والمساليت باعتبارها عاصمة السلطنة الدارفورية من قبل، وأيضا أهميتها الإدارية لكونها مقرا لحكومة الولاية والمرافق الخدمية الرئيسية في الولاية، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية باعتبارها ملتقى القوافل التجارية بين الساحل ووادي النيل. وتطرقنا أيضا لأهميتها الجيوسياسية بحكم أنها تعادل 57% من مساحة إقليم دارفور ككل. وتطرقنا أيضا في الحلقة الثانية مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حالة الأطراف المشتركة في معركة الفاشر وأبرز نقاط القوة والضعف فيها، بالإضافة إلى التكتيكات العسكرية المستخدمة في المعركة. ونختتم الورقة اليوم بأهم السيناريوهات المحتملة لمعركة الفاشر وأهم تداعيات تلك السيناريوهات، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يقول عبد القادر محمد علي: الصعيد الخامس: السيناريوهات والتداعيات. نتيجة تداخل العديد من العوامل في المعركة الحالية وتقلب الأوضاع في الفاشر، تتعدد السيناريوهات المتوقعة لحسم هذه المعركة، وقد رتبتها هنا وفق أرجحية وقوعها مع ذكر التداعيات المرتبطة بها. ألف: السيناريو الأول: حصار طويل الأمد من قبل قوات الدعم السريع ينتهي بتدخل خارجي. ويقوم هذا السيناريو على قدرة قوات الدعم السريع على المحاصرة الكاملة للمدينة وضغطها المستمر على القوات المدافعة والسكان داخلها، في حين يقوم الجيش السوداني بدعم المقاتلين بالإنزال الجوي، ويتمكن المجتمع المحلي من الصمود أمام الحصار المضروب على مدينته، مما يؤدي في النهاية إلى تدخل خارجي للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية. أما التداعيات المرتبطة بهذا السيناريو فتتمثل في: أولا، الخسائر البشرية الكبيرة. تشير الأرقام الأممية إلى وجود 800 ألف من السكان المحاصرين داخل المدينة، والذين يسكنون وفق هذا السيناريو تحت رحمة العمليات الحربية داخل المدينة والقصف المتبادل بين الجانبين، ما سيؤدي إلى سقوط قتلى بأعداد كبيرة. ويزيد الوضع تفاقما انهيار المنظومة الصحية مع خروج المستشفيات الكبرى من الخدمة وانقطاع الإمدادات الطبية، وانهيار الأمن الغذائي نتيجة انعدام المواد الغذائية، والتي أدى الحصار إلى ارتفاع أسعارها بالفعل. ثانيا، النزوح. يتوقع خروج القادرين على الفرار من المدينة والتسلل إلى المناطق الآمنة. ثالثا، تدمير البنية التحتية للمدينة. ستؤدي المعارك داخل المدينة والقصف المتبادل إلى إصابة البنية التحتية للفاشر بأضرار فادحة. رابعا، جرائم وانتهاكات. يتوقع أن يترافق الحصار مع انتهاكات وجرائم من قبيل القتل العشوائي والعنف الجنسي والنهب وحرق القرى المجاورة والاستهداف العرقي. خامسا، العقوبات والضغوطات. سيؤدي الحصار الطويل والأوضاع الكارثية المرافقة له إلى زيادة الضغوط الدولية على الطرفين، ولا سيما الدعم السريع لفك أو تخفيف الحصار عن المدينة، أو السماح بممرات آمنة لخروج المواطنين ودخول المساعدات، وقد تتصاعد الضغوط للتحول إلى عقوبات في مرحلة لاحقة. سادسا،
التأثير في دول الجوار نتيجة الروابط القبلية بين الزغاوة في السودان وتشاد والتداخل القبلي والسياسي في دارفور وتشاد، يرجح أن يؤدي طول أمد الحصار إلى حدوث تململ في أوساط الزغاوة الذين تنتمي إليهم أسرة ديب الحاكمة في تشاد، ما قد يزيد من إحراج الرئيس الحالي محمد ديبي أمام الدوائر النافذة في قبيلة أبيه، ومن التباعد بين بعض الأجنحة داخل القبيلة وأروقة السلطة الحاكمة في إنجامينا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثالث والأخير من موضوع معركة الفاشر نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية ضمن حلقات برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إيرنا. السيناريو الثاني اجتياح الدعم السريع للمدينة. يعتمد هذا السيناريو على قدرة الدعم السريع على حشد المزيد من القوات والمعدات عبر خطوط دعمه الخارجية والداخلية، مع عدم تمكن الجيش السوداني من مجاراته نتيجة لمحدودية الإنزال الجوي. وأهم تداعيات هذا السيناريو تتمثل في الآتي: أولا، تحول استراتيجي، يعني سقوط الفاشر في قبضة الدعم السريع، سيطرتها على دارفور وخلق واقع جديد يتعزز فيه موقعها في أي مفاوضات مستقبلية، كما سيزيد من تعقيد الوضع السياسي داخل السودان وربما يؤدي إلى تغيير في بعض التحالفات. ويتفرع عن الاستيلاء على الفاشر ما يوصف بالسيناريو الليبي، وقيام الدعم السريع بتكرار تجربة الجنرال خليفة حفتر من خلال تكوين إدارة مستقلة في غرب البلاد. ورغم احتمالية هذا السيناريو فثمة مفارقات بين الحالتين الليبية والسودانية، حيث إن شرائح عريضة من السكان في دارفور ترفض حكم الدعم السريع ولها ثارات تاريخية معها، ما يعني أن قدرتها على ضبط الأمن والسيطرة الكاملة ستظل موضع تهديد. ثانيا، إضعاف مكانة الجيش السوداني. سيرسم سقوط الفاشر علامة استفهام كبيرة حول قدرة الجيش السوداني على حماية المدن الاستراتيجية، وسيمثل هزيمة معنوية تذكر بسقوط ولاية الجزيرة التي أضرت للغاية بصورة الجيش السوداني وإن رممها جزئيا في معارك أم درمان. ثالثا، انتهاكات عرقية واسعة النطاق. يتوقع مع اجتياح مدينة الفاشر قيام قوات الدعم السريع باستهداف السكان من الأصول غير العربية، وسيحفز هذا عدم انضباط جنود الدعم السريع والثارات بين الطرفين، والتي تعود جذورها إلى حرب دارفور والمجازر التي ارتكبها الجنجويد بحق أبناء القبائل الإفريقية. رابعا، إضعاف الحركات المسلحة. سيؤدي سقوط الفاشر إلى خسارة أبرز الحركات لأحد أهم معاقلها وتوجيه ضربة قاسية إلى حاضنتها الاجتماعية، وسيزيد الوضع سوءا الخسائر الكبيرة في المقاتلين والعتاد للحركات نتيجة الحصار والمعارك العنيفة. خامسا، تأثير جيوسياسي. ستؤدي سيطرة قوات الدعم السريع على دارفور إلى تحولها لملاذ لميليشيات ومسلحين من القبائل العربية وغيرها في منطقة الساحل، مما سينعكس سلبيا على الأمن في تلك الدول، كما قد يتم استخدامها ضمن مشاريع دولية وإقليمية لتصفية الحسابات مع دول كمالي والنيجر وبوركينا فاسو التي طردت القوى الغربية واستبدلت بها الحليف الروسي. وسيكون لهذا الوضع تأثير مباشر على دول الجوار ولا سيما تشاد، إذ يرجح أن يقود سقوط الفاشر والانتهاكات بحق الزغاوة إلى تحركات لأبناء هذه القبيلة في تشاد دعما لأبناء عمومتهم في دارفور، وسخطا على سماح جامين بوصول الإمدادات إلى الدعم السريع، ما قد يقود إلى مفارقة تتمثل في تحالف بين إنجامين والدعم السريع للسيطرة على أي تمرد. كما سيكون هذا الدعم ثمنا لحيلولة الدعم السريع دون عودة المقاتلين التشاديين إلى بلادهم وتهديد نظام الحكم هناك. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثالث والأخير من موضوع معركة الفاشر نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية ضمن حلقات برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. راديو إيرنا. راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. السيناريو الثالث التفاوض، وهو سيناريو قائم على إرهاق الطرفين دون قدرة أحدهما على حسم المعركة، وبالتالي
الوصول إلى حالة من الجمود الدافعة إلى التفاوض، والذي قد يتم تحت مظلة دولية أو قارية. وأهم تداعيات هذا السيناريو تتمثل في الآتي: أولا، تحسين الأوضاع الإنسانية، وذلك من خلال فتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات الغذائية والطبية، كما قد يمثل صمود الهدنة فرصة لعودة النازحين وبدء عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها. ثانيا، تداعيات عسكرية تتمثل في تخفيف التصعيد من خلال هدنة دائمة أو مؤقتة، وإعادة تموضع القوات بعيدا عن المدينة، بما يقلل من المخاطر على السكان المدنيين. ثالثا، تصاعد القتال في مناطق أخرى. قد يقود هذا السيناريو إلى احتدام المعارك في جبهات أخرى، سعيا لتعزيز الأوضاع الميدانية للطرفين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثالث والأخير من موضوع معركة الفاشر، نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، ضمن حلقات برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. السيناريو الرابع: حسم الجيش السوداني وحلفائه للمعركة، وهو مرتبط بقدرة الجيش وحلفائه على الصمود حتى حصولهم على أسلحة نوعية من روسيا وإيران تغير مسار المعركة لصالحهم. وأهم تداعيات هذا السيناريو تتمثل في الآتي: أولا، تعزيز السيطرة. سيؤدي النصر في معركة الفاشر إلى تعزيز سيطرة الجيش السوداني وحلفائه على شمال دارفور، وربما التمدد نحو ولايات أخرى غرب البلاد، كما سيمثل انتصارا معنويا مهما للقوات المسلحة السودانية، يعينها على ترميم صورتها في نفوس المقاتلين والسودانيين. ثانيا، تقوية موقف الجيش السوداني. سيعزز هذا الانتصار موقف الجيش السوداني في أي جولة تفاوض قادمة. ثالثا، إضعاف الدعم السريع. حشد الدعم السريع عددا كبيرا من المقاتلين والمعدات لهذه المعركة، ولذلك فإن الهزيمة ستكون ضربة قاسية تضعف من وجوده في شمال دارفور وربما في ولايات مجاورة، وربما يؤدي إلى تغيير في القيادات العسكرية للدعم السريع. رابعا، تحسين الأوضاع الإنسانية، وذلك من خلال فتح ممرات إنسانية لتدفق المساعدات الغذائية والطبية وتوزيع الإغاثة وعودة النازحين وبدء عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها. خامسا، الاستهداف العرقي. قد يؤدي هذا الانتصار إلى استهداف القبائل العربية في المنطقة التي تعد حاضنة شعبية لمقاتل الدعم السريع. وختاما يقول عبد القادر محمد علي: تمثل معركة الفاشر خطوة حاسمة في رسم ملامح المرحلة القادمة في السودان، وأيا يكن السيناريو الذي ستفضي إليه الأحداث، فإن خطر اشتعال الصراع العرقي والفوضى الأمنية في دارفور سيظل ماثلا، في حين أن ظهور أشباح تقسيم السودان وتجسدها فعليا وإن لم يكن سياسيا، وتداعيات ذلك على كيان الدولة السودانية وعلى منطقة الساحل عموما، سيظل مرتبطا بقدر أو بآخر بمدينة الفاشر. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا.